أعمالكم وكل عام وأنتم بخير. مسقط اف ام. يا فرحة العيد اللي هلت علينا، وإحنا فرحتنا ما تكتمل إلا بوجودنا بينكم. في أول أيام العيد أرافق دروبكم وأستقبل تهانيكم، نسترجع ذكريات العيد اللي نتشوق لها عام بعد عام. كونوا على الموعد الساعة 8 المساء، والعيد فرحة معي أنا نهاد الكندية. أهلا بكل من يستمع إلينا، والعيد فرحة، والفرحة الكبيرة تكون في وجوه الأطفال. فعلا هم اللي يستانسوا أكثر وتشوفهم متشوقين للعيد، يعني يصوموا رمضان كامل عشان ينتظروا ليلة العيد وينتظروا آخر أيام رمضان علشان يتسوقوا ويختاروا اللي هم يريدوه ويرتبوا جدولهم مع أهاليهم. وبعدين يبدأ عاد الأسئلة، تبدأ هذه الأسئلة اللي ما تنتهي. صباح إيش بنسوي، وين بنروح، ومن هذا، وبيت من، وكل هذه الأسئلة مجبر الأب والأم إنهم يجاوبوا عليها، ولكن أسئلة جميلة، أسئلة عفوية من الأطفال. وقبلها التحضيرات طبعا تكون حلوة بصراحة، يعني كل وحدة، كل أم تشوفها أول يوم عيد يا شوية تعبانة يا متنرفزة، ولكن في نفس الوقت أول ما تبدأ تسرد هذه القصة تبدأ الفرحة والضحكة تطلع وتقول صادفنا كذا وسوت كذا وبنتي وولدي وإلى آخره. وهذه هي الذكريات اللي إحنا نحملها سنة بعد سنة إلين ما يكبروا أولادنا الله يحفظهم. فالعيد للأطفال ولكبار السن، وطبعا فئة خلينا نقول الشباب من 40 إلى 50 هم هذيلا الناس اللي يشتغلوا صح يشتغلوا مع الأطفال ويشتغلوا مع كبار السن، وهم اللي يكونوا حيويين أكثر من بيت إلى بيت، لأنهم يراعوا أولادهم ويراعوا أهاليهم وكبار السن اللي موجودين معاهم، والله يحفظ الجميع. لكن دائما العيد يجيب لنا تباشير جميلة، ودائما العيد يجيب لنا فرحة الطفل. اليوم معاي في الاستوديو طبعا الطفلتين، يعني ريم سعود الهوتي وعزة سعود الهوتي طبعا، وأمهم يعني نسرين سخي البلوشية. طبعا عزة وريم أهدونا كثير من الأغاني اللي موجودة في مواقعهم في التواصل الاجتماعي لكل مناسبة، يعني سواء العيد، سواء حتى لأطفال غزة، للعيد الوطني، ليوم المرأة العمانية، لكثير من الأحداث دائما متواجدات يسجلوا أغاني بأصواتهم، ومحبات للفن، وأيضا لهم كذا طابع طفولي ظريف جدا. اليوم احنا راح نستمع لكثير من القصص على الهواء. عزة كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير. وريم كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف كان العيد اليوم؟ حلو واجد واجد استانسنا ما شاء الله. اولا حلو لبسكم، انا حبيت كثير اللبس. شكرا. ما شاء الله. خبرونا اولا نسرين كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة حبيبتي، تقبل الله طاعاتكم وعساكم العايدين والفايزين ان شاء الله. ان شاء الله جميعا يا رب، كل عام وانتم بخير. يعني احنا قبل ما نطلع على الهواء واحنا جالسين نضحك. اي والله فقط. اي والله فعلا. كيف كانت تحضيرات عزة وريم؟ خبريني سنة بعد سنة. يعني التحضيرات مثل كل سنة، يعني لازم قبل رمضان نحن نتسوق ونختار ملابس العيد ونشتري كل مستلزمات العيد ويكونوا هم جاهزين أصلا، لكن أنا أخشهم ما أراويهم إلا قبل يومين من العيد إنه يعرفوا إيش اللي يلبسونه أو الأشياء ملابس العيد من كل كماليات الملابس كده. إذا شافوها قبل طبعا لا طبعا بيستعملوهم على طول، أنا على طول حالة صعبة. أيوة حلوة هذه التجهيزات، وحلو إنه يكون عندهم المفاجأة. أيوة صح. كيف شفتي ريم ماما لما تجيب لك الأشياء أنت تفرحي تلبسيها في العيد؟ يعني شوية أفرح واجد أفرح، ما شوية واجد.
يوم أشوف ملابسي أفرح واجد لأن يذكرني يوم العيد. الله. دايما. وتحبي أن تخبيهم ولا تحبي تكوني كشخة أكثر وحدة بين صديقاتك وبين إيش نقول قريباتك؟ دائما ريم نحن دائما يوم نحن لازم نكون كشخين أكثر. يا سلام. ناس أكثر ناس تكوني كشخة. وسويتي حنة بعد ما شاء أيوة. الله. حلو. وعزة سويتي حنة؟ سويتي حتى في رجلك سويتي؟ الله. أيوة. ما شاء الله. كان وردة. وردة. حلو كثير. نسرين، تجهيزات البنات تاخذ وقت طويل. نعم. كيف تقدروا انت كأم يعني انك يعني تختاري وتجهزي، والسوق كيف شفتي للاشياء الخاصه بالبنات؟ نهاد نحن السوق يعني الحين في عمان ما شاء الله كل شيء متوفر حاليا، يعني نحن الحين نقول كل شيء متوفر في عمان الحمد لله. اللي حلو ان التجهيزات البنات شويه تختلف عن الاولاد. البنات انت تبدعين يعني من عيد لعيد تفكرين ان هالعيد انا شنو بلبسهم، العيد القادم ايش راح البسهم، دائما تفكرين ان تبدلي وتغيري وتغيري يعني ما تكرري للبنات، يعني هذه الميزه. الاولاد مثلا نفس الدشداشه والكمه وخلاص، لكن البنات لا تبدعين فيهم، فهذا اللي انا استمتع. تاخذيهم معاش في السوق؟ اكثر الاوقات ايوه اخذهم معي، وعلى فكره لهم يعني اراء حلوه. يعني انا ريم عندي وعزة ممكن يختاروا ألوانهم بنفسهم. الله. على فكرة الأثواب اللي لابسينها هم بروحهم مختارين ألوانهم. تعطيهم مطلق الحرية. بالضبط. جميل. أعطيهم مطلق. في أمهات يقولوا إلا العيد أنا اللي أختار، أنت إيش رأيك؟ أنا لا، أنا عن نفسي لا، لأني أنا أحب يعني آرائهم وايد أحبها، فمن كذا أحس ذوقهم وايد حلو مميز. فأعطيهم المساحة يختاروا على كيفهم، يصنعوا شخصيتهم. أيوة بالضبط. حلو. أيوة. وتسمعي لهم مثلا ان هي باغيه تسوي حنه الفلانيه او كذا. ايوه. مثلا انا وريم بارحه اختلفنا شويه في مساله الحنه. ريم تبي تحني الحنه اللي يعني الحنه اللي ما تروح في يومين، اللي تقعد يعني طويل، وانا مشتريه الحنه السريع اللي مال اسويه في دقائق، بكره ممكن تغسلي الحنه تروح. فبالليل قررت لا تغير رايها، ما تبي الحنه، تبي الحنه الثانيه. فاقول لها شوفي ريما الحين احنا خلاص شارين الحنه اليوم بس عدي، بعد العيد بحنيك الحنه اللي انت خاطرك فيه. فالحمد لله رضت وحنيناها. حلو كثير. وما شاء الله يعني دائما مثل ما ذكرتي البنات الامهات هم اللي يبدعوا طبعا، وهم اللي ياخذوا. لكن اول يوم العيد يصير كذا في جو، خاصه اذا في العائله فيها بنوتات حلوات صغار، فتجلسي تشوفي ابداعات الامهات مع اطفالهم. ريم طبعا ريم تحب تغني. ايوه. وغنيتي للعيد. ايوه. تحبي تغنيها دائما في العيد هذه الاغنيه؟ ما دائما، يعني يوم انا فاضيه اغنيها. جميل. مثلا يوم انا جالسه اشتغل، مثلا يوم انا مشغوله في شيء انا اغني هذه الاغنيه. واوقات اغني اغاني غير مختلفه، مثلا يوم المرأة، رمضان. حلو. وأوقات يوم أنا وأختي جالسين في الكرسي نحن أوقات نغني أغنيتنا مال رمضان، نبدأ بالعربي بعدين بنبدأ بالإنجليزي. الله، أريد أسمع هذه الأغنية. هي رمضان في نص عربي ونص إنجليزي. بتسمعوني إياها؟ أغني يلا. يلا محضرينها؟ يا نور الهلال أقبل تعال، فشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما، لا تنقضي انتظر روحي دواء. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوم قريب. Love is everywhere, so much being feels so here.
months of Quran. I'm feeling inside of me, shrinking my mind. But how I wish can be here with me, all here around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. الله الله الله. عزة ما شاء الله عليها، كم عمر عزة؟ عزة 6 سنوات. 6 سنوات ما شاء الله. بس نسرين تجلسي معاهم انت تحفظيهم ولا هم يحبوا يغنوا؟ هم اصلا يحبوا يغنوا في البيت. بس لما نحن نبي نجهز حق اغنيه ونروح للاستديو عشان نسجل، لا انا اقعد معاهم وابدا احفظهم الاغنيه وكذا. ليش ما حفظتينا هذا؟ هذه انت هذه صح. هذه انت ذكيه تعرفي تحفظي بسرعه بسرعه. جميل. يلا نسمع ريم الحين بتغني لنا مال العيد. احنا نبغى مال العيد لان اليوم العيد. بس بنقطه نهاد، ريم عزة لما غنت اغنيه رمضان عمرها 4 سنوات. ما شاء الله. وصوتها جميل ما شاء الله. وتتقنه بالعربي وبالانجليزي. لكن احنا نبغى نسمع ريم. نبغى نسمع ريم واغنيه العيد لان اليوم العيد، ونبغى كل متابعينا وكل مستمعينا يستمعوا إلى ريم وهي تغني لنا هالأغنية. يلا عزة نجلس. يلا سنة. يلا اجلسي عشان ريم تغني. يلا. سنة سنة وسنة كل يوم وكل سنة، اليوم جنا عيدنا نور أيامنا. سنة سنة وسنة كل يوم وكل سنة، اليوم جنا عيدنا نور أيامنا. والسعادات تزيد روعات العيد السعيد، نقتني كل شيء مفيد. مرحبا يا أحلى عيد. دندنا ويا دندنا أحلى عيد هو عيدنا. دندنا ويا دندنا أحلى عيد وعيدنا. سنة سنة وكل سنة بالحب انتو سالمين. سنة سنة وكل سنة بالحب انتو سالمين. بالحب انتو سالمين. الله 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 عليش. يعني نسرين اليوم عندش عزة وعندش ريم الله يحفظهم، يحبوا يعني الغناء. نعم. وانتي ما شاء الله والوالد يعني والد ريم جالسين تستثمروا هذا الشيء بالضبط. خبريني كيف الخطوات يعني كوالدين انتم شايفين موهبة من هم صغار. ايوه نهاد انا وابوهم عندنا قاعدة في الحياة ان هم ايش خاطرهم نحن لازم ننمي لهم اللي خاطرهم. لما يكبروا هم يختاروا اي اتجاه يختاروا، ولكن هم صغار اي شيء خاطرهم، مثلا خاطرهم الغناء، خاطرهم تمثيل، القراءة، اي شيء خاطرهم نحن ننمي فيهم اللي خاطرهم. هذه هي قاعدتنا انا وابوها. من كذا لما بدينا في موضوع الغناء، ريم كانت ايامها صغيرة وكانت دائما تحب انها لازم تظهر في اليوتيوب. فجلسنا انا وابوها نفكر يا ربي يعني يوتيوب تطلع، فمعناته لازم نختار لها محتوى حلو. دام انها قررت بنفسها انها تبي تكون في اليوتيوب، فقلنا ليش ما نبدأ بالغناء، خلينا نشوفها كيف في الغناء. فطلعناها باليوتيوب كأول أغنية موطني، وما شاء الله أبدعت فيه. كان عمرها نفس الشيء 6 سنوات. وأبدعت في الغناء وكملنا عاد في هذا الخطوات، في هذه الخطة. بعدين قلنا خلاص أي شيء خاطركم نحن ننمي. تبون غناء، تبون تمثيل، تبون أي شيء نحن معاكم. حلو. لما يكبروا عاد بروحهم يختاروا أي اتجاه ياخذوا. يعني أكثر شيء شفتيهم في الاتجاه الفني. أنا أيوة حابين الفن. نعم. حلو كثير. حلو هذا الدعم من الصغر، يعني أيوة. إنه يكون عندهم ثقة. نعم. إنهم يختاروا. لكن اللي لفت انتباهي أكثر إنك تختاري المواضيع، يعني ما يغنوا أي شيء. نعم. يعني شفتهم أنا في كذا فيديو ما شاء الله، خاصة ريم غنت للجليلة، غنت اليوم المرأة، غنت للطفل، غنت للسلطان هيثم،
العيد الوطني غنت، أيوة، والأعيد. وشفت يعني مؤخرا حتى عزة غنت لغزة، وهي تحب هذه الأغنية كثير يعني. أيوة. فهذا شيء جميل. أولا خلينا نسمع أغنية ريم مال العيد، ولا خلينا الأزهر نختم بها أحسن. خلينا نسمع عزة أول تغني لنا عن غزة. عزة غني لي غزة. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الحق دي قد اجتمعت لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا. يا سلام. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الحق قد اجتمعت لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا. أيوة. ريم بعد قالت لي هي مسوية أغنية لفلسطين. ريم ليش فلسطين؟ ليش غزة؟ ليش حبيتي تسوي لهم أغنية؟ لأنه أحس إنه هما لازم حد يعني يدافع عنهم، ولازم نحن نعطيهم يعني أجر ولازم نغني لهم أحلى أغاني عشان يستاهلوا. وكل مرة أنا أغني حل أي حد، يعني مثلا خالي مثلا أنا أريد أغني له أغنية لو هو سافر أغني له لأنه هو يحب هذه الأغنية وأنا أعرف إنه هذه الأغنية اللي يحبه. ومثلا لو فلسطين أنا أريد أغني حل فلسطين مرة ثانية، يستحقوا هذه الأغنية لهم. حلو. واليوم إيش تقولي لهم اليوم العيد؟ اليوم حل عيد كونوا أقوياء. يا سلام. احموا نفسكم دايما. روحوا مكان آمن. سافروا في مكان آمن، يعني مثلا انت رايحة مكان ما آمن، روحي مكان يعني مكان يعني ما في ولا حروب. إن شاء الله إن شاء الله. ويمكن هذه يعني دعوة صادقة من طفلة، يعني تكونوا في أمان هي توجهها لأطفال فلسطين. تصوير الكليبات نسرين يأخذ منك وقت مع عزة وإبريم؟ أوجه تحية حق الأخ محمد، دائما يرافقنا في كل فيديوهات ريم وعزة. دائما هم 3 أشخاص أوجه لهم التحية عبر مسقط اف ام نهاد. عندي أستاذ غازي اللي في بدايات ريم بدأ مع ريم، غنى مع ريم موطني ووايد دعم، يعني درب ريم وعلمها وايد أشياء أساسيات حلوة. أيضا أوجه تحية حق الأستاذ إدريس المحرمي اللي دائما تسجيلات في استديو إدريس للصوتيات. وأيضا طبعا محمد ما شاء الله عليه مبدع ولو بارض، المصور محمد مبدع ولو بارض يعني مع الأطفال. نحن عادة ناخذ يوم كامل وبعدين نعدل في المونتاج، لكن إذا احتجنا إن نحن نعيد بعض اللقطات فناخذ من يوم إلى يومين. حلو كثير. حلو إنه البنات هم حابين إنهم يغنوا. إحنا يعني حابين نشكر، لكن نبغى ريم تعطينا تهنئة. ريم تهني من العيد. تقولي حل من كل عام وانت بخير. أمي وأبوي دايما، وحتى الناس اللي تعبوا يصوروني، يسجلوا أغاني، واللي وأهلنا وأختي عزة طبعا أختي عزة وحتى جدتي
الله يحفظك. و كل حد اللي هنا في الاستوديو. شكرا لك، شكرا لك ريم. عزة تقولي حل من كل عام وانتم بخير. خال جدي حال جده وجدتي وأمي وأبوي وأختي وعائلتي. يا سلام. الله، خلاص ولا في حد في المدرسة تريد تقولي له كل عام وانت بخير؟ المعلمين اللي يتعبوا. لا اللي يتعبوا. المعلمين اللي يتعبوا توجه لهم أحلى تحية عزة اليوم. أنا كثير سعيدة أنكم اليوم موجودين معنا، وسعيدة بوجودكم. وبكرة إيش بتسويوا في العيد؟ بتصرفوا العيدية؟ ريم حصلتي عيدية واجد ولا شوية؟ واجد. ما شاء الله. أحس إني أنا وعزة سوينا لستة عشان نقرر وش نسوي. مثلا خلينا نقول حل عزة. عزة وش إنت كتبتي في الورقة مالش؟ أول شيء بشتري الرينبو هايدول، والثاني اشتري كلب صغير، والثالث انت بعد عندك الثالث؟ أسيب فلوسي. يعني عندهم قائمة أمنيات. جميل. ريم أنت إيش بتشتري؟ حلو. أنا ما أعرف، أنا ممكن أسيف، ممكن أروح المول أشتري ملابس، أو ممكن أشتري لي فايلن. أنا جالسة سيفورة. لا، أنا جالسة أسيف فلوسي عشان بس أسيف لي عشان أشتري إنسترومنت. الله، حابة تعزة فيه. حلو كثير. حلو لما نسرين الله يحفظ لك إياهم إنهم متعلمين يعملوا لهم قائمة كيف يصرفوا عيديتهم. أيوة. جميل. أمس جايبين لي ورقة ومسوين يعني القائمة 1 2 3 كيف يعني نصرف العيدية. جميل. حلو. بس أنت ما موجودة في القائمة. أنا طبعا أيوة. لا. الله يحفظهم. كل عام وانتم بخير. نسرين، أنا حابة إنك تقدمي تهنئة اليوم عبر منبرنا. طبعا أول شيء أرفع يعني آيات التهاني حق مولانا السلطان هيثم والسيدة الجليلة، وطبعا طاقم FM مسقط FM، وطبعا أهلي وناسي وبناتي. أهم شيء بناتي. مبرام جدي طبعا. واحنا نتمنى لكم عيد سعيد، وان شاء الله كل تهانيكم تصل. وانا حابه اني اشكرك كثير يعني نسرين سخي البلوشيه وبناتك الجميلات، الله يحفظهم يا رب، ريم سعود الهوتي وعزة سعود الهوتي. شكرا كثير لكم. احنا راح نطلع مع ريم واغنيتها للعيد، وراجعين بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. سنة كل يوم وكل سنة، اليوم جانا عيدنا نور أيامنا. سنة كل يوم وكل سنة، اليوم جانا عيدنا نور أيامنا. والسعادة تزيد أوعاد العيد السعيد، نقتني كل شي مفيد. مرحبا يا أحلى عيد. دندنا ويا دندنا أحلى عيد وعيدنا. دندنا يا دندنا أحلى عيد وعيدنا. سنة وكل سنة بالحب انتو سالمين. سنة وكل سنة بالحب انتو سالمين. بالحب انتو سالمين. مسقط FM. يسر دار الأوبرا السلطانية مسقط بأن تقدم عرض الباليه الأكروباتي بحيرة البجع من أداء فرقة شيان الأكروباتية. يتميز هذا العرض القادم من الصين ببراعة الرقصات وإتقان الأداء. لا تفوت أحد أكثر عروض الموسم تشويقا وإبهارا في 18 من أبريل الساعة 7:30 مساء، وال20 من أبريل 4 مساء. احجزوا تذاكركم الآن عبر rohmasqat.org.om. مع فودافون ما حد يكبر على العيدية.
احصل على عيدية تصل إلى 25 ريال عماني في كل مرة تشحن فيها رصيدك لمشتركي رد مسبقة الدفع، وفي كل مرة تشحن فيها رصيد ب50 أو 20 ريال عماني. ممكن تكون من ضمن 3 فائزين محظوظين بقسيمة سفر بقيمة 1000 ريال لكل فائز. يستمر العرض لغاية 18 إبريل. اشحن رصيدك الحين عبر تطبيق فودافون. في مطارات عمان رحلتك تبدأ معنا. سواء كنت مسافرا مغادرا للعمل أو الترفيه، أو عائدا للبلاد أو زائرا لها، نحن ملتزمون بجعل تجربتك سلسة وممتعة قدر الإمكان. التزامنا بالتميز والابتكار جعلت مطاراتنا أفضل مطارات الشرق الأوسط في خدمة العملاء لعام 2023، وكنتم أنتم محور النجاح. مرحبا بكم في بوابات الجمال والفرص. مرحبا بكم في مطارات عمان. سمعتي عن العرض المميز لتمويل السيارات من ميثاق للصرافة الإسلامية؟ أيوة سمعت، العرض جاء في وقته، والحين نقدر ناخذ السيارة اللي نريدها صح؟ أكيد، ومعدل الربح بس 4.85% مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات. إيش اللي تنتظره بعد؟ البداية الجديدة بانتظارك مع تمويل السيارات من ميثاق.